نبداو على بركه الله. بسم الله. قبل ما نبداو البنات الفيديو ديالنا، الله يعطيكم الستر والله يعطيكم الخير، ما تنساونيش من هذيك البسمه ديالكم. شجعوني البنات باش نجيب لكم دائما الجديد. نجيبوا القصعه اللي غادي نعجنوا فيها العجين. نبداو بالعجين هو الاول. غادي نعبروا الدقيق بالزلافه. غادي ندير 2 زلافات ونص ديال الدقيق. بسم الله. الدقيق راه مغربل، طريقه سهله البنات. نزيدوا الزلافه الاولى، الزلافه الثانيه، هكذا درنا 2 زلايف ونص ديال الدقيق الابيض. غادي ندير شويه ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. كندير غير الملحه فقط في هذا العجين نتاع الرفيسه. الزلافه اللي عبرنا بها الدقيق هي اللي غنعبروا بها الماء غير ديال الروبيني عادي. نكبو غير بشويه ونخلطو. دائما واحد اليد كنكب بها وواحد اليد كنخلط بها. ما نديروش العجينه تكون مطلوقه، العجينه تكون شويه بحال اللي غنديروا العجينه ديال المسمن، ما تكون قاصحه ما تكون مطلوقه متوسطه. راني عجنتو غير بالماء بارد البنات، ما درت لا ما سخون لا والو، غير بارد عادي. درنا الزلافه الاولى ونجيبو النص ديال الزلافه ونبقاو نزيدو عيننا ميزاننا. الزلافه اللي درت بها الدقيق هي اللي راني عبرت بها الماء. طريقه سهله البنات سهله. كديروا الدقيق البنات على حسب افراد الاسره. هانتوما البنات النص اللي بقى لينا راه ما كملناش، خلينا منه شويه. بحال اللي درت زلافه وربع ديال الماء، زلافه وربع ديال الماء. ما ندلكوه ما حتى شي حاجه، نجمعوه غير بالاصابع فقط، غير نحيد منه دوك التكتلات فقط. هانتوما تشوفوا معايا العجين كيفاش داير بحال ديال المسمن. غادي نجمعها واحد شويه بحال ما هكايا بالزيت النباتيه. شوفوا معايا العجين ديالنا راه واقف ماشي مطلوق. غادي نديرها بحال ما هكا بواحد البلاستيكه ونخليها جانبا. كنجيبوا البنات الكوكوط بحال ما هكايا. غادي نزيدوا شويه ديال الزيت النباتيه، واحد نص كاس ديال الزيت. الرفيسه كتبغي الزيت البنات، اللي بغات تستعمل زيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار. عندي واحد البصله كبيره، النص غادي نقطعو والنص غادي نحكو بالحكاكه. غادي تقولوا لي علاش قطعتي النص والنص حكيتيه بالحكاكه. البصله هي اللي غادي تخلي لينا هذيك المريقه ديالنا خاطره وزوينه. غادي نزيدها بحال ما هكايا فوق هذيك الزيت. عندي هنايا 2 طريفات ديال الديك الرومي. هي البنات الصراحه الرفيسه كتجيب الدجاج العادي كتجي زوينه وكيجي فيها واحد المذاق روعه بالدجاج العادي. انا البنات كنستعمل غير اللي عندي في الدار، ما عنديش الدجاج العادي، بصح عندي صدر ديال الديك الرومي هو اللي غادي نديرو بها. عندكم اللحم ديال الغنمي نتاع البقري اللي عندكم البنات في الدار تقدروا تصاوبوا به. ولدي بغى الرفيسه ما غاديش نخليه بلا رفيسه، درت له الرفيسه يعني بهذاك الشيء اللي عندي. صافي البنات غادي نقطع هاد الطريفات على 4، نقطعهم بحال ما هكايا على 4. سبق لي وغسلته بالملحه مزيان وسكينجبير والخل، غسلته كان عندي في المجمد. نزيد واحد الباقه ديال الثومه، ما غادي نقيها ما حتى شي حاجه، غادي نخليها بحال ما هكايا. هاد البصيله وهاد الدجاج والثومه فوق البوطه يتشحروا شويه. من بعد ما درت الكوكوط ديالي فوق البوطه خليتها تشحر، غادي نجيب واحد الزلافه ديال العدس. غادي ندير غير العدس بوحدو البنات. غادي ندير زلافه، كيعجبني الرفيس يكون فيها العدس بزاف. العدس ديالي نقيته مزيان ما خليت فيه حتى شي اوساخ. غادي نجيب واحد الاناء بحال ما هكايا وغادي نغسل فيه هاد العدس، نغسلو مزيان. غادي نغسلوه البنات، نفركو العدس بحال ما هكايا. كاع القطاني ملي نغسلوهم نبقاو نفركوهم بحال ما هكا، حيت كتعرفوا القطاني كيديروا فيهم الدواء. خصنا نفركوه مزيان، نغسلوه واحد 2 ديال المرات ولا 3 هكذا. نفركوه مزيان نشلو مزيان البنات. العدس ديالي غسلته 3 تاع المرات، فركته مزيان ما بقى فيه حتى شي اوساخ. غادي نزيد فيه بحال ما هكا واحد الزلافه ديال الماء ونخليه جانبا.
الكوكوط ديالنا ها هي كتشحر البنات، مره نقلبوها بحال ما هكايا، نقلبوا هذوك الطريفات نخليوهم يتشحروا مزيان. غير ديروها البنات هاد الطريقه وتشوفوا كيفاش غادي تطلع لكم الرفيسه رائعه. هذه الطريقه ديالي البنات، هذه هي طريقتي في الرفيسه، ما فيها لا مجهود ولا تعقيدات البنات، ساهله. مره كنجيبوا هاد العجين ونضرفوا عليه بحال ما هكايا في البلاستيك هكا باش كيتطلق لينا كيجينا زوين ملي نبداو نكرسوه. العجينه واخا خليناها قاصحه راها طابت. ملي كيتشحر لينا الدجاج شويه مع البصله غادي نجيبو شويه ديال الحلبه اللي نقيناها مزيان وغسلناها، تقدروا ديروها غير فشي كميميسه. عندي هنايا التوابل، غادي نخلي لكم التوابل مضبوطه في صندوق الوصف. عندي هنايا الملحه، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال راس الحانوت، معلقه صغيره ديال السكينجبير. غادي نزيد البنات مطيشه كانت عندي في المجمد، تقدروا ديروا 2 حبات ديال الطوماطيش يكونوا كبار وتحكوهم بالحكاكه. انا عندي مطيشه واجده في المجمد، كنجمع البنات القشور ديال المطيشه وكنطيبهم وكنطحنهم. غادي نجمع البنات القشور ديال المطيشه وغادي نشارك معكم هاد المطيشه هذه. اللي تفرجات في هذا الفيديو تبقى تجمع القشور البنات. غادي نزيد واحد المعلقه ديال المطيشه المصبره. الرفيسه راه تتبغي المطيشه. نزيد واحد شويه ديال الربيع هكذا ونخلط الكل جيدا. غادي نرد الكوكوط ديالي فوق البوطه على عافيه تكون متوسطه. غادي نمرق البنات الكوكوط بحال ما هكايا، نخوي لها الماء، ندير النص ديال الكوكوط، ندير الماء حتى كيوصل النص ديال الكوكوط باش ما نبقاش كل مره نزيد الماء. ندير الماء الكافي اللي يطيب ليا الدجاج ديالي ويطيب ليا العدس ديالي باش ما نبقاش كل مره نزيد الماء. صافي البنات نغطيوها ونخليوها طيب غير على المهل. غادي تغلى مزيان، طيب واحد شويه هذاك اللحم ديال الديك الرومي حتى هو تيكون قاصح يطيب شويه، ومن بعد غادي نزيد عليها العدس. ندوزو نشكلوا العجين ديالنا. شوفوا معايا البنات العجين كيفاش كيجي، ها نتوما يتجبد بحال لاستيك. طريقه سهله البنات. غادي نجيب واحد شويه ديال الزيت النباتيه هكذا ندهن بها العجين ديالي باش ما يلصقليش. نجيب واحد البلاطو بحال ما هكايا ندهنو بشويه ديال الزيت. نقطع هذوك الكويرات غير قد هذا الشكل هذا، ديروا عينكم ميزانكم البنات. غادي نديرهم غير صغيورين هكذا. طريقه سهله. الرفيسه راه فيها البنات التعقيدات، ولكن هاد الطريقه غادي تصنعي الرفيسه على السريع. صوبي الرفيسه ورحمي ليا الوالدين بالتعاليق. ضروري البنات العجينه تكون شاده في راسها، ما خصهاش تكون مطلوقه. من بعد ما شكلنا العجين ديالنا بحال ما هكايا كويرات، غادي نديروا له شويه ديال الزيت بحال ما هكايا من الفوق. غنجيبوا هذيك البلاستيكه اللي درنا فيها العجين، نحاولوا نقطعوها بحال ما هكايا على 2 ونسرحوها فوق العجين بحال ما هكايا. نخليو العجين ديالنا يرتاح واحد 10 دقائق ونجيبوا داك العدس نديروه في الكوكوط ديالنا. الكوكوط البنات ما نسدوش عليها، نديروا لها غير الغلاقه عاديه. شوفوا معايا ما شاء الله. نزيدوا العدس ديالنا بحال ما هكايا، نديروا العافيه تكون متوسطه ونخليوها طيب ونمشيو نطيبوا العجين ديالنا ان شاء الله. بسم الله. شوفوا معايا العجين كيفاش كيجي، ما تخافوش منه واخا تشوفوه قاصح. ملي كتعجنوه راه ملي كنديروه في البلاستيكه راه كيطلق ما شاء الله. ملي كنكونوا نخدموا العجين ديالنا كنديروا المقله فوق البوطه تسخن على عافيه تكون مهيله. غير درسوا البنات ما تخافوا منها، ما حتى شي حاجه واخا تقطع لكم ماشي مشكل، حيت ملي غادي نطيبوا المسمنات راه غادي نقطعوه. نحاولوا نرقوه باش يجينا المسمنات ديالنا رقاق وزوينين. البنات انا راه واخا الرفيسه
راه كنطيب هذا المسمن مزيان، راه ما كنخليهش خضر، كنطيبو مزيان. ندهن المسمنه ديالي بحال ما هكايا باش ما تلصقلياش في المقله، والمقله حتى هي نكونوا دهناها بشويه ديال الزيت باش ملي نحطوا فيها العجين ديالنا ما تلصقش لينا. نديو المسمنه ديالي فوق البوطه، كنقرص وكنطيب، كندير وحده فوق وحده، كنخليها ديك حتى كطيب مزيان وندير فوق منها وحده اخرى، ندير وحده فوق وحده وحده فوق وحده حتى كنكمل كامل هاد العجين ديالي. بقى ساهله البنات، ساهله. نوضي سيداتي حيدي العكز وصايبي ليا الوليدات الرفيسه. كنت البنات جالسه هانيه، قالك ولدي بغى الرفيسه، قلت له هي اللي ما تتعاودش وندير له الرفيسه. كنبقى ندورها ونقلبها بحال ما هكا حتى تطيب لي هذيك الورقه مزيان هكذا. كنبقى نقلبها تطيب من جوج ديال الجوايع. كنستمروا غير بنفس الطريقه حتى كنكملوا هذا العجين ديالنا كامل في الطياب، ما نخليو حتى شي وحده، ونطيبوه مزيان ونحطوه ولا يتحرق. غير اللي ما بغاتش دير الرفيسه، طريقه سهله وكنصايبوا الرفيسه على السريع. ساعه ديال المكانه سيداتي تكوني حضرتي الرفيسه للوليدات. كملنا المسمنات ديالنا، بقات لينا المسمنه الاخيره فقط. هانتوما ما شاء الله البنات، شوفوا معايا ما نحتاج لا مقص لا والو البنات، غنقطع غير بهذه الطريقه هكذا ما نحتاج لا مقيس لا حتى شي حاجه، غير بحال ما هكايا نقطع. اللي بغات تقطع بالمقص كيبقى لكم الاختيار البنات، انا غادي نقطع غير بحال ما هكايا، ندير طريفات غير صغيورين على هذا الشكل. ها شوفوا معايا هكذا. غادي نستمروا البنات بنفس الطريقه، نقطعوا هذا المسمن ديالنا كامل. ما تنساونيش من هذيك البصيمه ديالكم، الله يجازيكم بخير. صافي كملنا المسمن ديالنا في التقطاع. شوفوا معايا البنات كنقطعوا بحال ما هكايا متوسط، ما غليظ ما رقيق، متوسط بحال هكايا على هذا الشكل. شوف ما شاء الله على المريقه ديالنا. شوفوا معايا، شوفوا معايا واحد الرائحه رائعه وزوينه. شوف ركبي ليا مع راساتك. شوف الحيمه ديالنا راها طايبه ما شاء الله. شوفوا معايا الحيمه ديالنا طايبه ما شاء الله فتيه. هزو بحال ما هكايا غير من الفوق ونسقيو هكا مزيان حتى كيتشرب هذاك المسمن كامل. ديك الباقه ديال الثوم تشوفوا معايا ما كتذوبش، كطلق غير هذيك البنه ديالها، ومن بعد نزيدو العدس بحال ما هكا من الفوق. كنكثر البنات انا العدس في الرفيس. هاد الفليفلات البنات كانوا غير في الزيتون، حيدتهم وحطيتهم بحال ما هكايا في الرفيسه ديالنا. وهذه هي الرفيسه ديالنا. شوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه وزوينه، وواحد المذاق البنات رائع وكتشهي ما شهيتكم البنات في هذا الطبسيل ديال الرفيسه.